أخدت 3 مليون دولار في 5 دقايق، سافرت بطيارة خاصة وأخدت الجنسية السعودية. نجاة الصغيرة صدمت الجمهور بأجرها في حفلة جوي أووردز، والجمهور بيقول لها بعتي نفسك بالفلوس، يا ترى إيه الحكاية؟ بعد ما كانت نجاة الصغيرة حديث السوشيال ميديا كلها في الأيام الأخيرة، بعد 30 سنة مختفية فيهم عن الإعلام والوسط الفني، قررت الاعتزال وإنها تقضي الباقي من عمرها بهدوء في بيتها. وقالت وقتها إنها حابة الجمهور يفضل فاكرها بشكل الجميل والحلو وما يشوفش عليها ملامح الكبر والعجز، لدرجة إنها كانت بترفض كل التكريمات اللي بتتعرض عليها وما كانتش بتروح من الأساس. لكن المفاجأة إنها ظهرت في حفلة تكريم جوي أووردز في السعودية. ومش دي بس المفاجأة الوحيدة، اللي خلاها ترجع تتصدر لترند من تاني هو الأجر اللي أخدته في الحفلة، واللي خلى الناس تشوف إن نجاة باعت التاريخ الفني بتاعها مقابل الفلوس. وبقى الجمهور وحتى الإعلاميين بيهاجموها، خاصة بعد ظهور الإعلامي خير رمضان وهو بيقول مين اللي أقنع نجاة إنها تروح السعودية؟ حكاية الفلوس مش داخلة دماغي إنها تروح، لكن في مستفيدين ضغطوا عليها، فهي لا يمكن تكون بتدور على فلوس بعدما تجاوزت ال80، وربما حد آخر عاوز فلوس مش عارف مين، لكنها أن تأتي على نفسها وتسافر للسعودية علشان تقف بس. الكلام ده خلى الجمهور يسأل سؤال مهم، يا ترى هي نجاة أخدت أجر كام مقابل ال10 دقايق دول؟ في آخر أخبار تداولت إن أجرها وصل من 2 ل 3 مليون دولار، ده غير إنه تم سفرها عن طريق طيارة خاصة مجهزة، والإقامة كانت في فندق 10 نجوم. لكن في مصادر بتأكد إنهم يدوبك 250,000 جنيه مصري ومفيش دولارات ولا حاجة. على الرغم من كده الناس بعد ما سمعت الكلام ده الانتقاد زاد على نجاة أكتر، وقالوا بإن اللي عملته ده قلل من مكانتها وتاريخها الفني وخسرت محبة الناس ليها. على الأقل كان الأولى إنها تقبل التكريم من بلدها. لكن على الطرف الآخر كان في فئة كبيرة من الجمهور دفعت عنها وشافت إنه مش عيب إنها تتقاضى أجر مقابل ظهورها، خاصة إنها قيمة وقامة فنية كبيرة، وإنها مش بس هي الفنانة الوحيدة اللي أخدت أجر مقابل تواجدها. واعتبروا كمان إن المسؤولين عن التكريم قدروا يحققوا إنجاز كبير جدا بإنهم يقنعوها تيجي. تفتكروا نجاة ممكن تظهر تاني علشان ترد على التعليقات السلبية وتكشف أجرها الحقيقي؟ وهل فعلا الأجر مبالغ فيه؟ شاركونا رأيكم وتعليقاتكم في الكومنتات.